مش طبيعي والله. والله اللي بيحصل ده ما طبيعي. كمية حظ وتوفيق مع الزمالك بطريقة غريبة، بطريقة غريبة. كونفدرالية ماشية معاهم، دوري ماشية معاهم. يا زمالك، ايه يا زمالك؟ فين الزمالك اللي احنا نعرفه؟ فين؟ فين اللي كان اي حد ينزل يديله على وين؟ فين؟ في مالك؟ في ايه؟ قول لي في ايه؟ قول لي مالك؟ قول لي السر ايه؟ مالك متغير كده ليه وروح وبتاع؟ غير التوفيق اللي ماشي معاك وحظ دلوقتي انا اقدر انا اقول لك نص حظك يا زمالك. والله نص حظك يا زمالك. ايقافات كده مش مقصره، مفيش لعيبه مش مقصره، جهاز فني مصري مش مقصر، مشاكل اللعيبه بتاخدش فلوسها مش مقصر، كل حاجه. مفيش مجلس اداره مش مقصر، جايبين واحد من بره يدير النادي مش مقصر. مفيش خالص حاجه عايزه تاثر فيكم خالص. مفيش. ايه طيب اخرتها ايه؟ الزمالك يفوز على بيراميدز ويستمر في صداره الدوري مؤقتا. هيجي واحد زملكاوي دلوقتي ملوش لازمه يكتب لي في التعليقات يعني ايه مؤقتا. يقول لك يا عم انت مالك؟ هي مؤقتا، مؤقتا. انا شايفها مؤقتا، انا حر. انا حر اقول اللي انا عايزه. مؤقتا لان انت لسه هتلاعب الاهلي وهتاخد على وشك باذن الله. مؤقتا لان انت لسه عندك ماتشات، لسه هتلاعب انبي، لسه هتلاعب سيراميكا، لسه هتلاعب سموحه. مؤقتا. وسيبك من البروباجندا والجو اللي انتوا عاملينه على الميديا وفي الاعلام وطالعين السكريبتات اللي هو من قبل ماتش بيراميدز. يا جماعه زمالك، يلا يا زمالك، زمالك، وده ماتش الدوري، والزمالك لو كسب يحسم الدوري عشان تهمدوا الاهلي. مفيش الكلام دوت. ومحدش يمشي ورا الكلام ده من جمهور الاهلي. لسه الدوري في الملعب. عندك 4 ماتشات، العب 4 ماتشات راجل، اكسب ال4 ماتشات ومالكش دعوه بحاجه بعد كده. اكسب ال4 ماتشات يا اهلي. هي الكرة، هو الزمالك كعب على وايه؟ فين بيراميدز؟ بيراميدز مش لازم وغالي ليه؟ ما بتغلش ليه في الماتشات اللي زي دي؟ ما بتغلش ليه؟ ولا هو الاهلي بس اللي زي ما قال لك ابراهيم عادل. ابراهيم عادل قال لك لما كنت في بيراميدز كانت ماتشات الاهلي الاداره تعمل مكافآت ازيد، وتلاقي الاداره كلها مهتمه والناس مهتمه بماتش لا طبيعي، عشان كده كده ده البطل وده بس فين؟ فين لعيبه بيراميدز؟ فين ده؟ انا ما شفتش مهدي سليمان. كده كده الماتش كان ميت، والله ماتش ماتوا الفرقتين ميتين، بس الخوف مننا احنا لان احنا مش في حالتنا برضو. ما احنا برضو واقعين، هو الخوف من الحته ديت. لكن فين بيراميدز؟ فين بيراميدز اللي لما كانت متعادله الماتش بتاع المصري وفي لحد لما الحكم صفر كانوا بيحاولوا ضربه جزاء ضايعه، وي كور من يمين ومن الشمال ومن العمق وعرضات من كل حته. فين؟ ولا ده الزمالك؟ ده ابن خالتي. انا قلتها لكم، مش انا قلت لك الزمالك والاسماعيلي ولاد عم، والزمالك وبيراميدز ولاد خاله. اسمع مني، اسمع مني. وباذن الله هنغني لكم الدوري في الجزيره مهما تعمل يا زمان. ويا سلام بقى انت لو اتعشمتوا قوي 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 ورجيتوا في الاخر رحتوا واخدين على وشكم في الدوري والكونفدراليه كمان، يبقى سيناريو مفيش احسن من كده. هتقولي انت بتعشم نفسك، اقول لك لا يا باشا، مش محتاج اعشم نفسي. انا بكلمك عشان اعرف الاهلي، بكلمك عشان انا عارف الزمالك برضه. سيبك من ماشي معاهم الفتره ديت، سيبك من الكلام ده كله. هيقع، صدقني الزمالك هيقع. مش بعيد يقع ماتش انبي اللي جاي. بقول لك سيبك ماتش بيراميدز بتاع النهارده خالص، مش بعيد الزمالك يقع ماتش انبي اللي جاي. مش بعيد. فاحنا مش عايزين نندرج ولا الحته اللي هم ماشيين فيها ان الدوري راح والدوري خلص والزمالك حسم الدوري. لا يا باشا، لسه. انت عندك 4 ماتشات من ضمنهم مواجهه مباشره ليا، وانا معايا 4 ماتشات من ضمنهم مواجهه مباشره معاك. لسه. اكسبك الماتش اللي بيني وما بينك يبقى فرق 2 بونت. اي ماتش انت تتعادل فيه مش هقول لك تخسره، اركب انا الدوري. بيراميدز دلوقتي بقت متساوي مع الاهلي في عدد النقاط ولاعبين ماتشين كل فريق منهم. عندنا الماتش الجاي مع بيراميدز. طب خلاص، ما فيهاش كلام، كده كده ما فيهاش كلام. اكسب، اكسب. وانا زي ما قلت لك في الحلقه بتاعت اول امبارح او امبارح، قلت لك كده كده حتى لو الزمالك لك الكلام دوت، قلت لك حتى لو الزمالك كسب فهي في مصلحتي. اكيد في مصلحتي ان الزمالك ما كانش يكسب او تعادل او النتيجه البيراميدز يعني. بس حتى لو الزمالك كسب ففي صالحي يا باشا. لسه بنافس على الدوري، وعلى الاقل خالص هلعب في دوري الابطال. هلعب في دوري الابطال. انت بقالك 3 4 سنين مش عارف تشمه، وانا اهو وانت اهو. هنشوف لما السنه الجايه تشارك في دوري الابطال هتحصل ايه، هنشوف. المهم يا جدعان، لسه الدوري في الملعب. الدوري ما راحش، الدوري في الملعب، وهنلعب لاخر نفس.
وهنحارب على الدوري، وباذن الله هنغنيها لهم في الاخر الدوري في الجزيره، لان ده الاهلي، والاهلي اللي علمنا كده. العب لاخر ثانيه، اعمل اللي عليك في الملعب. انا بقول لك العب 4 ماتشات، اعمل اللي عليك واكسب ال4 ماتشات، ودوس عليهم في ال4 ماتشات، والباقي بتاع ربنا، لينا نصيب هناخد ساعتها. حتى هنبقى احنا كجمهور الدنيا هديت على اللعيبه، احنا شايفينك بتعمل اللي عليك، لكن انزل دوس. وهنعمل حلقه بكره ولا بعد عن ماتش بيراميدز غير ليله الماتش. فانتوا جمهور الاهلي عن الدنيا على الفيس وعلى السوشيال ميديا عموما الفتره اللي فاتت من قبل ماتش الزمالك وبيراميدز، هم واخديننا في حته ان الزمالك لو كسب بيراميدز حسم الدوري. هو عايز يهمدك، مفيش الكلام ده، الدوري في الملعب، وهنلعب على الدوري لاخر ثانيه، لاخر ثانيه هنلعب على الدوري. ولازم اللعيبه تعرف الكلام ده. انت بتلعب في الاهلي، انت بتلعب في الاهلي، هو متصدر بفرق 5 بونت وركب، والله ركبه بتخبط. وهتشوف الزمالك نازل ماتش الاهلي عامل ازاي. انتوا استغلوا انزل دوس في ماتش بيراميدز، اكسب يا باشا 2-3، اكسب. ده الطبيعي، ده الطبيعي اللي احنا نعمله. ما تبصش للفرق التانية، سيبك منهم خالص. انت عندك 4 ماتشات ب 12 بونت، خد ال 12 بونت. وهنتكلم في كل الكلام ده بالتفصيل. ونص حظك يا زمالك، نص حظك والتوفيق بس في روح، ما ننكرش ان لعيبتهم بتلعب بروح. سيبك من الحظ والتوفيق، ده موجود في روح في الفريق. لعيبه الزمالك عندها روح. مدرج ميت والله العظيم، مدرجهم، سيبك من الكلام ده. واللي بيفهم يا جدعان، اللي بيفهم في النقطه ديت يركز في كلام ابراهيم عادل لما قال لك جمهور الاهلي، مدرج الاهلي بيحط ضغط على الفرق المنافسه اكتر من مدرج الزمالك. مدرج الزمالك يحسهم فكاهيين، وهو اللي طول عمره مدرج الاهلي عليه. مدرج الاهلي طول عمره نازل يا باشا، اللي عندي هدف، ايه الهدف؟ احط ضغط على الفريق المنافس عشان فرقتي تكسب. لكن ابقى خسران 2-3 يا ليالي ودي تاني. سيبك من كل الكلام هم شكلا بس وعدد مش اكتر. وبنشوف جمهور الاهلي النورمال قدامهم بيعمل ايه. بس في روح في الملعب عند لعيبه الزمالك. وباذن الله باذن الله عودة الاهلي هتبقى من ماتش بيراميدز. كانت البدايه بجون طاهر في 90 في ماتش سموحه، وعندك بيراميدز يوم الاثنين. ما تسمنيش. سيبك من اداء بيراميدز النهارده، بيراميدز مش هتنزل تلعبك كده. بيراميدز هتنزل بتغل، هتنزل بتفحت في الملعب. مش عايزينكم تعتمدوا على اداء بيراميدز النهارده. هنتكلم في كل باذن الله، بس ما تندرجوش وما تروحوش ورا الكلام اللي داير على السوشيال ميديا ان والله الدوري لسه في الملعب، ولسه الامل كبير قوي كمان، لسه الامل كبير قوي. وباذن الله الدوري في الجزيره.